اما بنيجي اخاطب اهل القرآن ما بخاطبهمش بخطاب زي ما بكلم بقية الناس، معلش. لا لا، لازم نبقى فاهمين قصة. اللي بيتعهد ويشهد له القدم وتشهد له الأرض وتشهد له ملائكة الأرض والسماء لذهاب لدور القرآن له خطاب مختلف. ما ينفعش نخاطبكم زي بقية الناس، مش يجي بقى ونقوي إيمانيات بقى ونعرف راح نقول ماشي تمام، لكن انتوا لكم خطاب خاص. مين تقول لي ليه؟ لأهل القرآن. عشان ايه؟ ايوه كده. اسمك ايه؟ رابية. اللهم اغفر لاختكم رابية، قولوا امين. ادخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب واحنا معاها، اللهم امين. احنا اللي معانا هياخد، اللي يجاوب هياخد كله. يا رب. الله طلع لك 2 بقى انت وحظك. هما لازقين في بعض شيء. لا لا هي ممكن حد تعالي انت هنا جنبي وانت بقى ايه اللي يعمل توزع. لا خلاص خلاص انتهى. لا يرد لا يرد. خديه اعطيها هديه، لأن انتوا أهل الله وخاصته. نحسبكم والله حسبكم ولا نزكي على الله أحد، وده احنا حسينا التراب في وجوهنا. الأصل إن الله عز وجل بيختار ناس. تخيلي أهل الله دول إيه وضعهم؟ هيحضروا عرض. طيب وقت تطاير الصحف، طب عند نصب الصراط، ما دول ال4 أماكن اللي يعرف فيهم خير وخير. 3 مذكورين في حديث، واحد مذكور في حديث لوحده. عند تطاير الصحف، عند الميزان، عند الصراط. الحديث الثاني على القنطرة، لا يعرف فيها الخل خليله ولا الأب ابنه ولا الابن أبوه ولا أي حاجة. ولا أنت يا رسول الله، محدش عارف حد. أهل الله وخاصته فين؟ ما بين صلاتين. فين؟ تحت ظل العرش. كأنها فرق صلاة ما بين ظهر وعصر. بنتحدد بقى، بنتحاور، بنتسامر، بنتكلموا، محدش عارف. المهم فين؟ خاصة. رأيتم حسابا؟ لا والله. طب نصب لكم ميزانا؟ لا والله. الملائكة بتسألهم يعني ايه اللي طالعين كده بدون اي عمل؟ مين انتوا الراضون؟ واهل الله وخاصته، اهل القرآن. فلما نيجي نخاطب اهل القرآن، انت قولي لنفسك انت والله يا دكتورة ده انا بحضر على سطر وبسيب سطر وساعات بغفل وساعات بكسل والله، وبعدين الاخوات انا مش زي، مش مهم. انا مش بشر احنا ولا ايه؟ اقبلي بشريتك، ودي اول حاجة. انا قبل ما اكلمكم على المحور الرئيسي موضوع الغرس ده، انا عايزه قلبك انتي. قبل ما اقولك تغرسي ايه وما تغرسيش ايه وتبقي مع ربنا ازاي وتبقي في حالك ازاي عشان اعرف اطلع. ما هو فاقد الشيء لا يعطيه. فانا محتاجه قلبك ده. انصب لك ولا نصب اي حد. طب طلعنا من القبور على الجنان، ايوه اهل الله وخاصته. اوعي يكون خطابك خطاب زي بقيه الناس. لا لا لا. يجي الشيطان يدخل لك من المدخل ده، يقول لك بصي شوفي ما انتش نافعه، كل لما اقول هقف ترجعي، وبعدين بصي شوفي الورد عامل زي ازاي، وبعدين شوفي بقى كله سق، وبعدين انت محلك سر، ومهما تعاهدي ترجعي ومهما يأسك. ليه؟ ما غايته يعمل ايه؟ يحزن. ده غايته، هو ده مستهدفه من المؤمن. اعد لك كده، ما بيروحش لاستغفر الله للمتبرجه ولا اللي بتختلط ولا استغفر الله اللي بيسرق ولا واكل ربا، ما بيروحش. ما هم عايشين حياتهم، لكن هو قاعد لك انت. الشيطان قاعد لك ليه؟ يبعدك عن الطريق. اصله عارف كم واحده ختمه ترفع ايدك كده. ها الله الله الله. فكريني بقى، دول يتبعت لهم جواز من اسطنبول على طول دليفري. ومين في طريقها للختم؟ كلنا ان شاء الله. الله. ايوه كده، ايوه كده. الامه كلنا ان شاء الله. عارفه يعني ايه الله عز وجل اراد لقلبك؟ بصي قال ايه الحديث؟ ايهاب يعي القران. العاميه المصري صندوق يعني حاويه كده. تعي قلبك صدرك، ولو ايه ولو ايه. لا ولو سوره ولو سوره. شو قال كده النبي؟ احنا بنتمحك في الاحاديث، بس احنا مساكين قوي. احنا على فكره مساكين جدا، ويعني في عرض حسنه وفي عرض قرب لله عز وجل. وبعدين اتمحى. بلغوا عني ولو ايه. طب انا يا رسول الله انا. فجمال قلبك وعى آية بلغتيها، ورب مبلغ اوعى من سامع. اللي انت قلت لها دي تسمع وتعمل وتلتزم تبقى في ميزان حسن، وتيجي تلاقي جبال من الحسنيه. مش فاكره لما كنا في مركز البيان وقلت، مش فاكره لما قلت لنا كذا وحصل.
وسمعت والتزمت وانت لا تدري.